هقول لك ما ينفعش حد يجي على جماعه والله العظيم بخلي الناس كلها اللي ورا ايه تقابل المصورات قول اللي كان ورا كده هنا يعني الكاميرات لو سمحت 5 و5 كاميرات مش يا جماعه الناس كلها هتجمع هنا الناس كلها مش هنا يا جماعه يا جماعه بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا فقط أبعث برسالة إلى من ظلموا في أبنائهم وإخوانهم وآبائهم. سمعت أما من أمهاتنا أما فاضلة أما كريمة تبكي وتقول: من لأبنائي؟ من يربيهم؟ من يعولهم؟ من يكسوهم؟ أنا أقول لها يا أم الفاضلة: علقي قلبك بالملك، فإن لنا ربا لا يغفل عن المظلوم أبدا ولا يترك المظلوم أبدا. لنا ربا قد يظهر الظالم لكنه لا يهمل أبدا. أنا هذكر لكم قصة يا أخوانا تعلق القلوب بوزن وتعلق القلوب بدستور، إنما علق القلوب بالملك. فبين يدي الله وقال: يا رب لئن خابت تجارتي مع الناس لأتاجرن معك يا الله. فلما رجع إلى بيته قالت له زوجته: أين الطعام؟ أين الكساء؟ أين الأكل؟ قال لها: إن صاحب العمل الذي أعمل عنده يدخر لي الأجرة، بيحوش لي الراتب. فلما كان من اليوم الثاني ذهب إلى بيت الله فسجد كالأول وأخذ يبكي ويعفر الجبين في الأرض لله. فلما رجع إلى بيته وجد أولاده يلعبون ويضحكون ويأكلون. اسمعوا وأبشروا، إنها بشرى لكل مبتلى، إنها بشرى لكل مصاب. فقال لزوجته: من أنى لكم هذا؟ قالت له: إن صاحب العمل الذي تعمل عنده قد جاء اليوم لنا بهذا الدقيق وهذا الخبز، وقال سيدك يقول لك له قد على وأنا والله لا أردا سجد لله وأطأ خدا سجد لله. لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من هذا. أسأل الله أن يحفظكم يا أهل بورسعيد وأن يبارك فيكم. أسأل الله أن يرزق بورسعيد الأمن والأمان يا رب العالمين، وأن يجعل بورسعيد آمنة مطمئنة أمنا رخاء وسائر بلاد الموحدين. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. عمرو يتكلم وكل الموجودين يتكلموا، بس نسمع. أبكي على بلد التي تئن من ولد لها رمى بدم أمه فأخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا جئتكم معزيا، بقالي كتير ما جيتش بورسعيد. كان يعيش على واحد أول ما يجي بورسعيد على نقطة طويلة يأتيها شهادة الظهر، لكن وجدت أقدامي يعني تأتي إليكم مسرعا، لا أجد غير أن أنا أشعر بما تشعرون. الشيخ نزل من كذا، حاسس بيكم، حاسس بأمهاتنا اللي قاعدين الناحية التانية، حاسس بيك يا أمي وحاسس بإحساسك وعارف يعني إيه فقد الولد. أنا حاسس بأبنائنا اللي موجودين. آمين آمين. أولادنا اللي ماتوا يا رب اكتبهم من أهل الجنة، اكتبهم من أهل الجنة. اللهم إننا مدينون للبورسعيد، اللهم بارك في أهل البورسعيد، وسع عليهم، احفظهم، انصرهم، بارك لهم، رد إليهم كل حق لهم يا رب العالمين. ارحم شهدائهم، اغفر لهم، ثبت أمهات كل من مات من شبابنا يا رب، أنزل على قلوبهم السكينة،
اجعل قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام قلوب رحمة ومغفرة، اغفر لهم وارحمهم وارض عنهم وطهرهم، اسكب افرض على قلوبهم صبرا، افرض على قلوبهم صبرا يا رب. احفظ البلد يا رب، احفظ دماءنا، دماء شبابنا ودماء ولادنا، احفظ البلد يا ارحم الراحمين، احفظ البلد يا ارحم الراحمين، نجنا من الفتن، اخرجنا من الدنيا على خير لا فاتنين ولا مفتونين، نقي ايدينا من كل دماء يا ذا الجلال والاكرام، اغفر اهل بورسعيد، افتح على اهل بورسعيد فتحا عظيما يا رب العالمين. امين امين. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. عزائنا بيكم واخواننا، واعذرونا مش قادرين نعمل ايه اللي نقدر نجيبكم لغايه عندكم، نبوس ايديكم ونبوس راسكم ونعزيكم. اشكركم والسلام عليكم. الله يبارك لك يا استاذ عمرو. لو سمحتوا يا جماعه ممكن اخد من وقتكم ثانيه؟ معلش يا جماعه انا مش وبقول لكم ما جربش الألم ده ما يقدرش يتصور ازاي الألم ده صعب. كلمة صعب كلمة قليلة، يعني عاوز اقول لكم ان وكمان انا بقولها اللي فقد ابنه هو فعلا مات، هو مات معاه بس مات وهو حي. الألم صعب جدا، وليل ونهار بنعيش مع الألم ده، لكن في النهاية احنا لازم كلنا زي ما الشيخ قال بالظبط دلوقتي مفروض ان احنا نقف مع بعض ونساند بعض ونحب بعض. واذا كان في اي حاجه انا بقول لكم انا عن نفسي يعني اتمنى من ربنا ان دايما يخليني احب اهل بلدي اكثر واكثر، لانهم فعلا اهلي وهم كل شيء في حياتي. لكن في نفس الوقت لابد النهارده، وده معروف عن البورسعيدية فعلا، ان احنا فعلا رجاله. لازم النهارده نطالب بحق ولادنا اللي ماتوا بالغد، ونعرف مين اللي هو المصدر او العنصر الثالث اللي نفذ هذا الغد بدون علم. نشوف الناس دي ولا بد من القبض عليهم ولا بد من العقاب عليهم، ودول نحن نرجو العداء قبل الانتصار. ايوه، ولهذا الدكتور عمرو خالد تكلم وقال اللي له حق يطالب فيه، فانا مع واروح اجلاكم الى ان نتخطى من خطر البورسعيد. السلام عليكم. عند ربهم لهم أجرهم
تاني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وما